طبعا العمليات اللي اليوم استهدفت كما نلاحظ على الشريحة مراكز القيادة ومراكز القيادة والسيطرة ومستودعات الذخيرة والأسلحة. اللي أحب أكد عليه أنه هذه العمليات كانت عمليات دقيقة مركزة تستهدف سواء المواقع القيادة والسيطرة أو مواقع القيادة ومراكز القيادة اللي تتحصن فيها قيادات الميليشيات الحوثية بشكل أساسي، أو تجمعات الأفراد اللي تتم على الحدود ما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. اللي بعده هنا لاحظ في استهداف لأحد القيادات الحوثية بعد تأكد المعلومات أن العربة يستغلها أحد القيادات الميليشيات الحوثية. تم استهدافه استهداف مباشر، وأحب أكد على أن العملية عملية كانت مركزة استهدفت العربة، ونتحاشى أن يكون هناك أي إصابات جانبية. وكما أسلفنا في الأيام الماضية نؤكد باستمرار على الأخوة المواطنين في الجمهورية اليمنية بالابتعاد عن تجمعات أو مراكز قيادة أو مناطق تخزين أسلحة وذخيرة الميليشيات الحوثية، حتى لا يصبح هناك ضحايا أو إصابات لا سمح الله غير مرغوب فيها. مركز قيادة من المراكز تحصن فيها القيادات الحوثية وتدير منها عمليات الميليشيات الحوثية المستمرة، إصابة مباشرة وبنفس الأسلوب. طبعا العمليات هذه راح تستمر في الأيام القادمة لمنع تحرك القوات، لمنع نقل الإمداد والتموين، لمنع تحريك أرتال العربات والآليات. وستلاحظون في المقاطع القادمة أن هناك تحركات وحشود لأرتال وعربات بشكل مستمر، سواء باتجاه جنوب اليمن أو من محافظة صعدة باتجاه الحدود الشمالية اليمن، الحدود الجنوبية المملكة العربية السعودية. اللي بعده لاحظ استهداف المبنى الذي يقع في النص في منتصف المستودعات والمباني اللي تظهر أمامنا. الهدف ليس تدمير البنية التحتية أو المباني بشكل عشوائي، إنما استهداف المبنى الذي تأكد لدى الاستخبارات أنه يحتوي مخازن ذخيرة أو أسلحة أو معدات. إصابة مباشرة للمبنى دون إصابة المباني المجاورة.